بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هل مشاعرك بتقول الحقيقة؟ ده سؤال مهم جدا. إيه اللي بتوصله لنا مشاعرنا؟ وإيه اللي بت... إيه اللي بتوصله لنا؟ وإيه المعاني أو اللي إحنا بنعرفها منها؟ المشاعر بتقول لنا إيه؟ هل المشاعر دي حقيقة؟ هل مشاعرك بتقول الحقيقة؟ هو ده السؤال اللي إحنا عايزين نجاوب عليه النهاردة. المشاعر بتقول الحقيقة لو إحنا صدقناها على طول. ايه اللي هيحصل لنا؟ ايه اللي هيحصل لو انا صدقت كل المشاعر اللي انا بحس بيها وانا مش متاكده اذا كانت صح ولا لا؟ ثانيه. كم مره حسينا بحاجه واكتشفنا انها مش حقيقيه؟ اطمنا الاشخاص وبعدين اذونا. خفنا من اشخاص اول مره نشوفهم وبعدين اكتشفنا ان هم كانوا طيبين، ما كانوش مؤذيين. الانطباعات الاولى دي ممكن تكون مش دايما حقيقه، ممكن تكون حقيقه وممكن تكون لا. حسينا ساعات بالوقت كده شعرنا بالذنب، لكن كنت انا مظلومه، المفروض ان انا ما احسش بالذنب ولا حاجه. ساعات كنا نفتكر ان الطيبه دي ان احنا كده يعني بنتقرب لربنا وان الشخص الطيب ده حاجه كويسه، لكن وقعنا في فخ الاستنزاف. فالمشكله مش في المشاعر، المشكله لما بنديها سلطه اكبر من الحقيقه. يعني المشاعر مهمه جدا ان احنا نسترشد بيها وان احنا نستعين بيها في الحكم على الامور. مهم جدا ان انا احط مشاعري في الحسبان وانا بتعامل مع المواقف، لكن ما تبقاش هي اللي بيقود السفينه، ما تبقاش هي القائد او الربان. لما انا اصدق المشاعر من غير وعي وانطلق ما وراها واندفع من غير ما يبقى عندي ادراك للحقائق يعني اتجاهل الحقائق تماما، ده بيكون بوابه ان انا اقع في مشاكل كتير جدا. لكن المهم ان انا اصدق مشاعري وافهم الرسائل اللي وراها. دايما في تمرين المشاعر بنبقى عايزين نعرف ايه الرساله اللي ورا الشعور. الشعور ده جاي يقول لك ايه؟ التحول المعرفي والروحي هو ان انا بفهم الشعور، بتعامل معاه، بصدقه، لكن مش بخليه هو. يعني انا ساعه اخذ القرار انا خلاص انا استرشدت بكلامه زي ما يكون وزير وانا فهمت هو عايز يقول لي ايه، لكن وقت اتخاذ القرار لا، مش هو بيبقى اللي بيقود، مش هو اللي بياخد القرار. في الحاله دي انا ببقى عندي وعي بنفسي وبالموقف وبالسياق اللي انا محطوطه فيه وبالاطراف اللي حواليا والناس اللي مسؤولين مني او الناس اللي انا بتعامل معاهم. ودي حته مهمه جدا، لان في حديث النبي عليه الصلاه والسلام لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. يبقى انا هحط نفسي مكانه عشان احب له اللي احبه لنفسي. فده معناه ان انا عندي وعي بمشاعري وحطيت نفسي مكانه او حطيته هو مكاني، واقول طب لو انا مكانه في الموقف ده هحب ايه او هحس بايه او هتمنى ايه، واتعامل معاه من خلال النقله دي. فبيحطني في قوه نفسيه واخلاقيه عاليه جدا. يبقى انا المشاعر في الحالتين موجوده، لكن لما غاب الوعي اصبحت بوابه للضعف. لما بقى في ادراك للسياق اللي انا موجود فيه، ايه الدلاله بتاعت المشاعر، ايه الرساله اللي بتقولها، هل انا في تضخيم، هل في تهويل، هل في آه يعني هو الفخاخ العقليه، هل انا كنت بفكر بشكل كارثي اكتر، هل انا عندي مثلا بيرفكشنزم، هل انا عندي اما كل شيء او لا شيء، هل انا بضخم الامور ولا انا بتعامل في سياق معتدل متزن شويه. فالمشاعر موجوده في الحالتين، لكن اذا كانت معاها ادراك، معاها وعي، معاها استناد لحقائق، استناد لادله، بتنقلنا نقله تانية خالص، بتحطنا على قوه نفسيه واخلاقيه. ليه بنصدق الأول ليه بنصدق مشاعرنا فورا؟ الفكرة إن إحنا عندنا آه، في منطقة في الدماغ وهي المسؤولة عن المشاعر اسمها الذاكرة، أو المنطقة مسؤولة عن الذاكرة العاطفية. دي اسمها الدماغ العاطفي اللي هو الأميجدالا أو اللوزة الدماغية أو الدماغ العاطفي. ده طبيعته إنه سريع، غريزي، وهدفه إنه يحمينا. متخزن فيه كل المواقف والتجارب
بشعورها، بأحاسيسها، بتفاصيلها، بروايحها، كل ما يتعلق بالتجربة، بالعواطف اللي متعلقة بيها كلها متخزنة عنده. عشان كده هو مسؤول عن الذاكرة العاطفية. في منطقة تانية هي مسؤولة عن الذاكرة الإدراكية، وهي اسمها الهيبوكامبس، جنبها شوية. أما بقى البريفرونتال كورتكس، دي منطقة اللي هو موجودة في الناصية اللي هي عند الجبهة كده من قدام، دي مسؤولة عن اتخاذ القرار، ده مسؤول عن التحليل، ده مسؤول عن المنطق، ده مسؤول عن إن أنا آخد أستند لأدلة، عندي معلومات، عندي فاكتس، وهكذا. المشاعر ضرورية ومهمة، لأنها عاملة زي إنذار الحريق. عارف إيه كده بالظبط؟ زي ما يكون في إنذار، علامة حمراء كده بتطلع في العربية، ده معناها إن في أنت لازم تنتبه وتملأ تحط تفول. فهي مش بتقول لك أي حاجة غير أنت بتقول لك خد بالك، لكن ما بتقولكش خد قرار عامل إزاي أو إمتى، أو بس هي بتسترشد بيها أحيانا. وهي ده فايدتها، إن هي بتلقائية، إنها ما بتمرش أصلا على الجانب المبدع أو الجانب قصدي سوري أنا آسفة، الجانب المنطقي. ليه؟ لأنها ما بتاخدش وقت أصلا، ده كسر من الثانية بياخد القرار وبيحصل بشكل تلقائي. وده عظمة من عظمة ربنا سبحانه وتعالى، إن هو جعل لنا جزء زي ده في دماغنا. أنت لما بتسمع صوت عربية أو جاية بس مسرعة، تلاقي نفسك بعدت قبل ما تخبطك، وكأن هي سمعت وخدت القرار بسرعة شديدة جدا عشان تحميك. او ايدك ما تمسك حاجه سخنه، تلاقي نفسك من قبل ما تفكر وتوعى انت ايه، انت شلت ايدك ليه، تلاقي نطرت نفسك او نطرت ايدك كده من على الحاجه السخنه، لانها لسعتك جدا. انت ما لحقتيش تفكري هي لسعتك قد ايه، ولا سخنه قد ايه، ولا درجه الحراره لا، ما حسبتيش حاجه خالص، لكن خدتي القرار. انت ما اخدتيش القرار بوعي، حصل بشكل تلقائي لحمايتنا. فهو الجزء ده مهم جدا عندنا، لانه بينقل لنا اللي احنا مش قادرين ندركه بالوعي. الوعي ده مثلا بيقول ان هو بيدرك 5 بلس 2 او ماينس سوري 7 بلس 2 او ماينس 2، يعني بياخد من الانفورميشن او الداتا اللي حوالينا 7 معلومات زائد 2 او ناقص 2. لكن اللاواعي مش بينقل لنا معلومه ولا 2 ولا 4 ولا 10. انت لما بتفتكر مكان الذاكره العاطفيه بتنقل لك الروايح، كل ما يخص الحواس كلها، الروايح، الحاجات، الاصوات اللي في الخلفيه، الاشخاص اللي موجودين، الالوان، اللي يعني يبقى في ذاكره بصريه وذاكره سمعيه وذاكره حسيه، كل ده كله بيتخزن على الموقف الواحد. فتخيل انت عندك تجارب عامله ازاي، وذاكره قويه وما شاء الله مليانه ازاي، مكتبه. احيانا المشاعر دي بتنقذنا، واحيانا بتبقى بتعمل ازمه لو انا كل يعني ايه، كل حاجه بسيطه كده اقوم اجري عليها. يعني هو مثلا بيقول لي هنا انذار الحريق ده، ممكن ساعات يكون في حريق فعلا، وممكن يكون بس مجرد ان واحد دخن او بخار المخ فعل مش على الفاضي. ساعات ممكن يبقى كده، ودي برضه حاجه جدا مشاعر من في جسمك، يعني كده بسرعه بقول خايفه، ممكن مزيد من المشاعر مع الشخص تبقى شو عليه تعريفات مختلفة. لكن أنا لما أتكلم عن بس دل على في موقف يعني أنا قررت الموقف حد في تليفون مرات مش عارفة، خبرت ده كان مراد واصلها بترجم ما اقعد اترجم لها واجيب لها ملف، ده هي على طول بتطنشني، ده هي على طول ما بفكرش اقول طب ما يمكن انا اللي بتصل في وقت مش مناسب كل مره.
ما يمكن هي اليومين دول عندها امتحانات وهي اليومين دول مش فاضيه. لا، انا ما بفكرش بالمنطق، انا بفكر ان هي مش عايزه تكلمني لان هي رافضاني، وده ده له تفسيرات تانية يعني. شادوز بقى يعني ليه تفسيرات تانية. لكن فين حسن الظن بيه يعني؟ التمس لاخيك 70 عذرا، فان لم تجد له عذر فقل عسى ان يكون له عذر. وممكن يكون لها عذر، وانا ليه هتكون هي مش عايزه تكلمني؟ طيب انا عايزه اطمن عليها ولا انا بتعامل معاها عشان انا عايزه اطمن عليها، ولا انا عايزه عشان انا هف على بالي ان انا اكلمها، ولا انا مراعيه ظروفها، ولا انا يعني انا فين في السياق ده، ولا انا بس بدور على مصلحتي انا بس وهي فين؟ في حاجات كتير جدا بنبقى عايزين نحطها واحنا بنتكلم وبنحكم على الناس. مش هحكم على الناس كده اعتباطا. الفكره بقى ان انا بستدل على المشاعر بتاعتي من خلال اللي انا حاسس بيه في جسمي. جسمي ترجم الموقف بشكل عشوائي او بشكل سوري تلقائي، مش عشوائي، بشكل تلقائي. تلقائي كده، او ويعني بلا وعي مديك يعني تفسير على طول. فانت لو ما حللتش ووقفت كده قدام التفسير ده، طب امتى، طب ازاي، طب فين، طب ليه، اشمعنى، او حققته دققت هو انا حاسس بايه بالظبط. هو ده فعلا خوف؟ هو ده فعلا قلق؟ هو ده فعلا انا حاسس بايه؟ لان ساعات بنترجم على طول مشاعر خوف يبقى انا يبقى في خطر. هو ما فيش خطر ولا حاجه. اصل انا مخي مش، ودي برضو التركيه الغريبه، يعني انا مخي ما بيقولش انا لما قدام خطر مثلا قدام كلب او قدام اسد، هو ما بيقولش الكلب ده حاجه صغيره والاسد ده حاجه كبيره. لا، هو هيحطك في مشاعر الخوف الاثنين قد بعض. وحتى لو حد بيخاف من كلب او بيخاف من فار او صرصار تلاقيه بيخاف كانه شاف قدامه اسد، ده حقيقي. هو مخه مش بيميز انت حجم القلق والضرر او الخطر قدامك قد ايه، لكن هو شاف ان انت في تهديد، فحطك في وضعيه ان انت مهدد، وبالتالي حطك على وضعيه ايه بقى؟ فايت اور فلايت، يا اما تحارب يا اما تهرب لان انت في خطر محدق. خطر يعني كبير جدا، حتى لو كان انا عشان خايفه من فار او انا خايفه من صرصار او حاجه. فهي دي الفكره اللي احنا بنتعامل، او الجوهر بتاع التعامل بتاع العلم النفس، العلاج المعرفي السلوكي، ان هو بيتكلم ان انت تميز الشعور بتاعك، تميز الفكره اللي وراها، وتميز قبل ما تاخد اي قرار او اي سلوك نابع عن ده. اشعر بالرفض اذا انا غير محبوب. اشعر بالذنب اذا انا مخطئ. ده بقى النتيجه الغريبه جدا، ان احنا بنتعامل مع المشاعر بتاعتنا بنستنتج منها. انا خايف يبقى في خطر، هو حقيقي في خطر. هي ما ردتش عليا بالتليفون وانا كده حسيت بالرفض، يبقى هي ما بتحبنيش. ما عزمنيش في حفله كذا يبقى انا مش محبوبه. برجع لحاجه اسمها تعميم. كل الناس مش بتحبني، كل الناس مش عارف ايه، انا شخص مش محبوب، انا عمري ما كنت كذا. لو حسيت بذنب اني عملت حاجه ممكن احس ان انا آه لا، ده انا مذنبه، ده انا مذنبه. فكره ان الاحساس ممكن يكون مجرد خوف قديم او جرح، او انا مثلا بعمل اسقاط، ما هواش دليل كافي. يعني انا وانا بتعامل مع المشاعر اتعامل معاها انها مش الدليل اللي استند اليه لوحده، زي ما قلت في البدايه انا بسترشد بيها، بلجأ ليها، لكن ما هياش الدليل الوحيد اللي انا هاخد قرار فانا هعمل ايه؟ ألجأ لمشاعري. لا، فين الحقيقه؟ دايما بنسأل فين الحقيقه من اللي انت بتقوله. طيب اوصف اللي حصل كده، هل ده حقيقه؟ يعني احنا مثلا كان آه
طيب اسفه بس ايه كان تليفون ابني معلش كل شويه عمال يكلم ثانيه. طيب فكره المشاعر زي ما كنت بقول، هل المحور الثاني يبقى انا كده اتكلمت عن المشاعر ليه احنا بنصدقها على طول، لان احنا بنتعامل مع المشاعر بتاعتنا بندركها وبنعرفها من خلال الاحاسيس اللي بنحس بيها في جسمنا، لان دي حاجه احنا مش هنقدر نكذبها. فانا اقول ايه، ايوه طالما انا حسيت برعشه في جسمي ابقى انا خايف، طالما انا حسيت ان رجليا بترجف يبقى انا كذا، يبقى طالما حسيت ان قلبي بيدق جامد ابقى انا في حاجه هتحصل، ولو ان ده مش دليل ولا حاجه. ممكن يكون انا مش خايفه، ممكن اكون انا عندي ترقب، انا متوقعه حاجه او حاسس ان مفاجاه، او انا حاسه بحماس، انا حاسه ان انا هعمل حاجه جديده، فانا حاسه يا ترى ايه اللي هيحصل، بس انا مش عارفه اسمي اسم الشعور، فلخبطت ما بين الشعور باسماء المشاعر عشان انا مش عارفاها، فقلت انا ايه لا اسم الشعور تاني خلاني انحط في وضعيه تانية او في حاله تانية غير الحاله الحقيقيه. طيب المحور التاني، وهل الطيبه ضعف ولا لا؟ الطيبة الصحية أو الطيبة المؤذية إمتى ممكن تكون؟ بصوا الفكرة اللي عندنا لما بنتعامل مع المشاعر مع الفضائل مع القيم، أنا عندي فضيلة أو عندي صفة كويسة، قيمة كويسة، القيمة دي إمتى تكون كويسة؟ لو هي، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن أنتوا جعلناكم أمة وسطا. الوسط هنا مش معناه إنه في النص، معناها إن هو الأفضل والأمثل. فالوسط هنا معناها إن أنا وسط ما بين متناقضين، ما بين متناقضين. يعني انا لما اقول الكرم، فالكرم ده وسط ما بين البخل والتبذير، لكن انا كده كريم، فانا الصفه دي صفه جميله. فالطيبه زيها زي الكرم، زي الشجاعه، انا مش عايزه اكون متهور وفي نفس الوقت مش عايز اكون جبان او ضعيف. فانا الشجاعه معناها ان انا امتى ابقى في اقدام، امتى يكون في لا انا هقف مكاني، انا مش هقدم قدام ولا حاجه، انا هقف مكاني. امتى اتراجع؟ يعني سيدنا خالد بن الوليد في امتى في الغزوه غزوه مؤتة تراجع، بس بتكتيك حربي ما حصلش، يعني بيتدرس. طب ده معناه ايه؟ هو مش جبان، هو مش خايف، بس انت معاك 3000 واحد قدام 300,000 واحد. صحيح انتوا بشجاعة الجيش المسلم وبقوته قدروا ان هم يعني ما يكونش فيه ولا واحد حصل له مثلا فقدوا، ولا واحد مات، ولا بالعكس. وبس فكرة ازاي تتراجع بالشكل الذكي والعبقري ده بحد ذاته شجاعة، ما استسلمش ما خافش. ودي برضو حتة مهمة جدا قبل ما ادخل على الطيبة. لما بتعامل مع المشاعر انا ممكن اكون خايف، زي ما المرة اللي فاتت اتكلمنا عن سيدنا موسى، كان القرآن اللي ذكر ان سيدنا موسى خايف اكتر من اكتر من موضع، لكن الوحيد اللي اتصف انه القوي الامين. ده مش معناه ان كل الانبياء لا، كل الانبياء كان فيهم قوه برضو وفيهم صفات كمال صفات جميله يعني، والصفات فيها كمال بالمقارنه بقيه البشر، هم افضل البشر. ومع ذلك اتذكر انه خاف مره واثنين وثلاثه، بس الخوف ما وقفوش بقى. يعني مش معنى ان انا خايف ان انا اقف، يعني هل هو كان خايف ان هو يواجه فرعون؟ فاللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وطلب كمان ان اخوه يكون معاه اشدد به ازري كي نسبحك كثيرا. يبقى انا بطلب هنا انا بخاف، طب انا استعين بيه ان انا بلجأ الله سبحانه وتعالى بالاستعانه بالتوكل بالتبرؤ، ان انا ابرأ من حولي وقوتي والجا لحولي وقوتي وعلمه. لكن انا عارف ان خلاص دي مسؤوليه عليا، في مسؤوليه هنا ان انا هقوم واقدم، امتى اقدم وامتى اتوقف وامتى اتاخر. الطيبه بقى، الطيبه الصحيه بتكون نابعه عن قوه. يعني ايه؟ فكرة الاستحقاقية، هل أنا أستحق المعاملة الجيدة ولا لا؟ هل أنا بدي عشان أنا اليد العليا، ولا عشان أنا بستعطف اللي قدامي عشان أنا لو ما عملتش كده هيعمل فيا وهيسوي؟ هل أنا بدي عشان ده لأنه لا يليق بي إلا مكارم الأخلاق، ولا علشان خاطر أسكتهم؟ هل هنا الطيبة مفهومها إيه؟ هل أنا وأنا بقول أنا طيبة وبحب الناس كلها، هل عندي حدود واقول لا دي حاجتي، ده وقتي، ده ظروفي؟ لا لو مش على فكره حته الحدود دي مش بالخناق، وانا مش بتكلم عن الحدود فانا بقول ايه تعالوا ما نخسر علاقاتنا، لا والله. انا هتكلم حتى عن
يمكن ممكن تكون صعبه شويه مع والدي والدتي، مع اولادي، مع زوجي. ايه الحد الاقصى مثلا ان انا اكون طيبه معاه؟ انا ابني في ثانويه عامه او بنتي في ثانويه عامه او ابني عنده امتحان او انا عندي ظروف صعبه في البيت، هل من الطيبه ان انا الغي المسؤوليات بتاعتي واروح اتخلى عن مسؤولياتي واروح يعني في اماكن عشان انا مثلا اعمل حاجه تانية؟ في ادوار، في ادوار وفي مكانات وفي آه، في يعني اذا كان مثلا الزوج رقم واحد بترتيبهم انا هتحاسب او هتسال، انا كزوجي اول واحده هتحاسب عليه وهتسال عليه. طب ابني، طب والدي، وهل في حد غير يقدر يقوم بالمكان ده ولا لا؟ لان في فقه الاولويات وفي فقه الزمان كل وقت وكل وقت وليه الفقه بتاعه الخاص بيه، الاولويه بتاعته. فانا لما بتكلم عن الطيبه هنا مش بتكلم عن ان انا ابقى مستباحه. يبقى انا لما بتكلم انا طيبه، يعني انا ايه؟ الطيبين طيبات. مين الطيب؟ عايزين نعرف مين هو الطيب، ايه هو تعريف الطيب؟ هل الطيب اللي معناها الساذج؟ يعني هل انا لما اقول ايه ده طيبه قوي معناها انها ساذجه، ولا معناها انها متسامحه؟ قبل ما اتكلم عن الطيبه الكويسه والطيبه الوحشه لازم الاول اعرف ايه هي الطيبه. هل انت بتعرفي نفسك ان انت طيبه؟ طيبه يعني بتعملي ايه؟ بس يعني بيأذوني وبستحملهم. طب هل دي طيبه؟ انت شايفه ان دي طيبه؟ طيب لو تعالي نعرف الحاجه دي كويسه او وحشه، هقول لك نعمل ايه. تعالي نعمم كل الناس تعمل كده، كل الناس تأذيها، وكل الناس تقبل ان الناس تأذيها. طب هتستحملي كده كام سنه؟ الصفة الكويسة لو احنا عممناها على الكل وعلى المدى البعيد نلاقي انها ما نتيجتها كويسة. الحاجة الوحشة ان لا، هتقطع علاقات. يعني ممكن انت تستحملي انك تشوفي ابنك يتهان مرة واثنين وثلاثة وعشرة، او بنتك تتهان مرة وثلاثة واربعة، او تسمع اساءة تقولي انت خلينا طيبين، معلش يا ابني مش عارف ايه. لا، لا، في فرق. في فرق ان انا اقبل اهانة واقبل اعتداء على خصوصياتي او اعتداء على حريتي، وبين ان انا اكون طيبة. يبقى انا المشكلة عندي في تعريف الطيبة اصلا. يعني ايه طيب؟ مين هو الطيب؟ تحبوا حد يشاركني؟ انا بقالي نص ساعه وبتكلم، تحبوا حد يشاركني؟ يعني ايه الطيبه من وجهه نظرك؟ احنا مش صح وغلط، احنا جايين نصحح مفاهيم. عايزين اسمع واكمل السلايدز، مفيش مشكله. طيب الطيبه بيكون معاها حدود، انا عارفه ان حدودي ايه وما احبش حد يتخطاها. انا عندي مواعيد معينه، هل انا بقى ماشيه بالساعه ما حدش يجي لي في ميعاد، وبنام في ميعاد وبصحى في ميعاد؟ والله ان كان شغلك يقتضي ذلك، ولا كانت حياتك وارتباطاتك بولادك تقتضي ده، اعملي. انت كده مش شريره ولا حاجه. شريره لما تكوني انت حد جه استغاث فيك مثلا وقصرتي. هنشوف مثلا مجال الصداقات. الصداقات كانت لمين؟ اللي بينفع الكل، واللي بيساعد الأخرق، واللي بيشيل بيعين اللي محتاج معونة أو مساعدة. ما هو دول كلهم محل الصداقات، كل دول محل صدقة. واللي تبسمك في وجه أخيك صدقة. في يعني لما اتكلم عن الطيب اللي بيعمل حاجات الطيبة، الحاجات اللي النبي عليه الصلاة والسلام أشار ليها إنها من باب الصدقات، من الحاجات اللي هي آيات زي التسبيح، زي التحميد، زي طب بس أنا ما أقدرش أقول مثلا إيه، يعني في واحدة كانت صوامة قوامة ودخلت النار في هرة. فانا مش معنى ان انا بتكلم عن الطيبه ان هو بس طيب ان هو عبادته كويسه، لا، انت عبادتك كويسه وعلاقاتك بالاخرين كويسه، وعلاقاتك بنفسك كويسه، علاقتك بنفسك كويسه، علاقتك باهل بيتك القريبين منك كويسه. لان انا استفدت ايه لو انت في الشارع مثالي او ست مثاليه وطيبه و... ويعني ست سيئه سليطه اللسان مع زوجها او مع اولادها او مع حماتها او مع حتى الخادمه اللي بتشتغل عندها في البيت؟ استفدنا ايه؟ استفدنا ايه؟ يبقى احنا كده عندنا تناقض. انا مش دي مش شخصيتي. انا بعمل كده مع الناس بره، هل دي حقيقتي ولا اللي في البيت هو اللي حقيقتي؟ أنا محتاجه اكون انا اللي بختار ده. انا محتاجه ان انا اختار. انا ممكن اتهاون و... واترفع عن صغائر الامور وسفاسفها، تفاهات يعني. يعني بيتكلموا انت ما جيتيش للحفله، هو انت ليه لابسه الفستان بتاع المره اللي فاتت، هو انت ما جبتيش لي هديه كبيره زي ما هم كلهم جايبين. دي سفاسف الامور. لان معلش يعني انت بتتكلمي، او مال شعرك عمل كده ليه، مال شكلك حصل له كده ليه، مال بنتك مش عارفه مالها، ما لسه ما اتجوزتش لحد دلوقتي ليه. اي كلام يتقال، كلام اسفه ممكن يكون عبيط حبتين.
كلام اعتراض فيه على اقدار ربنا اكتر ما هو اعتراض عليك انت وعلى سلوكياتك واخلاقياتك انت. ما معهاش فلوس تجيب فستان جديد هتعملي ايه؟ طب انا جبت 10 فساتين مش ليا مزاج اخرج بالفستان الجديد، انت انا مالي، انا حره. انت مش تقولي لي اعمل ايه وما اعملش، انا عايزه اجيب هديه على قد هي، ما بتجاملنيش وانا جايه لها كده وخلاص. انت بتتكلمي في حاجه ما تخصكيش ليه؟ جبت شقه، جبت فيلا، انت مالك؟ جبت عربيه، ما جبتش عربيه، انت مالك؟ فيبقى دي سفاسف في الامور، ده الكلام اللي انا ممكن اترفع عنه. لكن حاجه تمس كرامتي انا او شخصيتي انا او حد، لا دي ممكن احنا لا نوقف، نحط حدود بقى. هل لازم اكون طيبه معناها ان انا اكون ما عنديش القدره ان انا اخد حقي؟ يعني هل معنى الطيبه ان انا اكون بتنازل عن حقوقي؟ خدي بالك، حقك انت ولا حقك وحق الناس اللي وراكي؟ دي علامه استفهام كبيره، عايزاكم تفكروا فيها. يبقى الطيبه الصحيه نابعه من قوه، اما المؤذيه فهي انا خايفه من الناس، احسن انا عايزاهم يحبوني، انا بس عايزه اصل هم يستلطفوني، عايزه وعايزه. الطيبه الصحيه فيها حدود. الثانيه اي حد ياخد اي حاجه عايز يدخل ياخد حاجتي من غير ما يستاذني. الطيبه فيها كرامه. طبعا عايزه اقول الكرامه عكس الاستنزاف. انا جربها في الارض، انا ان ما عادش ينفع تحط معنى ده وصلت له معنى كده ان ما عادش في حاجه فيها ما طاقه اتكلم فيها، ما عادش عندي جهد ان انا هنا اختار ان انا كنت يبقى موجود، انسحب. انا في موقف لا يوضع عليه، وهنا مهم جدا انت لنفسك ان انت من ما تحطيش نفسك في اختبار. انا ما بحطش نفسي مع حد وقطع يبقى لا، عشان يبقى اخلي حد ماسك سكينه يخبطني فيها ويعورني بيها عشان هو شخص مؤذي. وهنا استسلام ان انا ايه، ما هو الوضع كده، ما هو الناس بتعمل كده، ما هو الظروف كده، هعمل ايه؟ لا، يعني الواحد ينأب نفسه عن مواضع السوء. انا عارفه ان المكان ده فيه سوء، ابعد عنه. طب ما انا مش عارفه ومش قادره، تدوري بحدود امكانياتك ازاي ما تحطيش نفسك في الموقف ده. واحد لسانه طويل، واحده زوجها لسانه طويل، ما تنحطش معاه في حوار ان توصله انه يطول لسانه عليها، او زوجتك لسانها طويل سليطه اللسان، ما تبقاش انت داخل معاه في الحوار وتجادله وتقعدوا تناقشوا لدرجه انها توصل للمرحله دي، وما انا هي. طب هي لسانها طويل، هي مش هتتاذى بالكلام ده، لكن الكلمه هتاذيك انت، او العكس. هو بالنسبه له الكلام ده عادي، بالنسبه لك انت بتقطع فيكي. طب انت ليه تحطي نفسك في الموقف ده اصلا؟ قبل ما نحط في الموقف ده انسحب. مش انسحب عشان انا ضعيفه، انسحب عشان انا رحيمه بنفسي، انا طيبه تجاه نفسي. انا طالما هو انا مش هقدر لظروف ما، مش قادره اسيب الشخص السيء ده او المؤذي ده لاي سبب، انا مش عارف ايه سبب، او اي شخص اب، او يعني واحد انا مش هقدر انفك عنه، ما احطش نفسي في ان انا أو يعني في جدال. لا، ارحم نفسي بان انا ابعد بقدر المستطاع. انا بكلمكم عن كلام حقيقي، مش بس انت فكري ازاي تطبقيه. يعني انا مش بقول كلام نظري. الاحسان، انا احسن للناس حتى يعني النبي عليه الصلاه والسلام في فتح مكه ما تظن اني فاعل بكم، طبعا اخ كريم وابن اخ كريم فاذهبوا فانتم الطلقاء. هو ما قالهاش قبل فتح مكه، بعد ما كنت انا القويه انا اقدر ساعتها احسن، لكن مش وانا ضعيفه. الاحسان بيجي من اليد العليا، لكن مش من اليد السفلى. ودي حته مهمه جدا. اصلا انا طيبه، انت طيبه ولا مستضعفه؟ في فرق. انا هديكي عينيا طالما انا اقدر اديكي ده، وانا اللي بمزاجي بديهولك عشان انت يا اختي وحبيبتي. لكن مش انت لو يا دراعه بتقولي لي هاتيها بقول لك اه طبعا طبعا خدي اتفضلي، لا. في فرق بين الإحسان عن قوة، إن أنا بدي إحسان معناها إن بدي من يد عليا، بدي بعطاء، يعني بغنى بوسع. أنا اللي بديكي، غير إن أنا أكون إيه، ما هو أنا يعني مضطرة، أو أنا مش شايفة إن أنا يعني بكسوف، أنا مستحية أنا أقول لك لأ. ممكن تكون آخر حاجة عندي مستحيل أقول، يعني في كده مش عارفة ده حديث ولا كلام مقصور، ما أخذ بسيف الحياء فهو بطل.
فارضاء الناس غالبا نابع من قلق، مش عايزه اقول بقى تعلق وتقدير ذاتها او عدم استحقاقيه. انا شايفه ان انا ما استحقش، سوري، شايفه ان انا ما استحقش، فعشان كده انا بيتهيألي ان انا لازم اتعامل معاهم بالطريقه دي عشان خاطر يحبوني. سوري ان انا حطيت الكتاب ده. ثانيه. ممكن تقولي انتوا وصلتوا لحد فين دلوقتي؟ انا عارفه ان انتوا شويه هتقوموا تعملوا الاكل. ما عادش معايا غير منال. الباقي راح فين يا منال؟ ثانيه. ايه رايك في حكايه الطيبه دي يا منال؟ منال شكلك في المطبخ يا منال بتعملي الفطار، صح؟ طيب هكمل. زي ما قلت انها بتكون نابعه من قوه معاها حدود، فيها كرامه واختيار واحسان. الطيبه الواعيه والطيبه غير الواعيه. الطيبه غير الواعيه بتخليني حاسه باستنزاف. ليه بتحسس؟ خايفه ان انا الناس ترفضني، فانا عايزه اعمل كده عشان يفضلوا يحبوني. طول الوقت بقول لهم حاضر، نعم، انا طيبه بقى. بس في اي وقت، في اي ظرف، في اي تحت اي ضغط، مش تحت ضغط، في اي وقت حد يقول لي حاجه طبعا انا لازم اكون سباقه وموجوده معاهم. بدخل في ردود اللي هي ستريس ريسبونس مزمن، بان انا دايما ردودي تحت ضغط وتحت توتر بشكل مزمن، يعني بشكل انا مش قادره اتعامل معاه دايما دايما دايما. طبعا في الحاله دي جسمي على طول محطوط في حاله الكورتيزول بتاعي عالي، وببقى في حاله انهاك. هنا انا كنت طيبه مع كل الناس الا مع نفسي. المثلث الذهبي للوعي بقى اللي هو لازم يكون في رحمه. انا رحيم بمين؟ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. من القوة إن أنا أرحم نفسي، من القوة إن أنا ما أحطش نفسي في مواقف سوء أو إهانة أو ضعف. من القوة إن أنا آم، عارفة قدراتي وإمكانياتي. ممكن أعمل استرتش لإمكانياتي شوية عشان أكتسب مهارات جديدة، لكن مش هحط على نفسي ضغوط زيادة. يعني أنا ممكن نعمل استرتش لنفسنا إن إحنا بإيه في التمرين مثلا، اعملي استرتش شوية، تزودي مثلا 5 عدات بالتدريج طبعا. لكن مش تحملي على نفسك تشيلي تقل. انت كنت بتشيلي 5 كيلو تروحي تشيلي 25 كيلو مره واحده، دي كده العضله يعني هتبوظ منك. فلازم يكون عندنا رحمه وحزم. حزم يعني ايه؟ يعني انا عارف ده بيأذيني ابعد. حزم يعني ايه؟ يعني انا عارف ان ده مش من حق اللي قدامي انه يتدخل في اللي ما يخصوش، بحط ستوب. عارفه ان مش اي حد يقول لي اي كلمه اسمعها. مش كل الكلام بيبقى نصايح، او مش كل النصايح بتبقى لوجه الله، او مش كل النصايح بتبقى مخلصه. في نصايح بتبقى مغلفة، بيبقى من ظهر انها نصيحة وعايزين ينصحوكي ويقولوا لك كلام حلو، لكن من الباطن عايزين يحسسوكي قد ايه انت ضعيفة وملكيش يعني حول ولا قوة. فانتبهي كويس جدا. بعفو صحيح، لكن ما بسمحش ان انا ابقى مظلومة. يعني زي ما النبي عليه السلام اذهبوا فانتم الطلقاء ملهاش، وهو تحت، وهو في شعاب مكة متحاصر. في شعاب مكة، لما في شعاب ابي طالب لما اتحاصر 3 سنين، ما قالهاش ساعتها، ما قالهاش هم لسه في الحرب سجال بينهم، مره بدر مره احد، لا، قالها بعد ما هو دخل مكه فاتح وكلهم خلاص استسلموا. اذهبوا فانتم الطلقاء. هنا صحيح تبقى العفو بمعنى كريم لكن مش مستغل. انا كريمه وبدي، لكن انا عارف امتى اقول ده ليك، بس في حقوق. في حقوق لان في اخوات ليك. انا بدي ابني الكبير بس اخواتك الباقيين، فالحاجه المشتركه بينكم. لما اعمل لده حاجه بعمل لك العداله، اكون كريم بس يكون عندي عدل. بدي كل واحد وفق احتياجه. مش لازم يبقى كلهم قد بعض، الولد قد البنت، الكبير قد الصغير، اللي في الجامعه قد الابتدائي، لا، وفق احتياجه. وانا عارفه ان انا الصغير ده حاجته موجوده، ان هو لما يبقى يكبر يوصل للكبير ان حاجته موجوده. فالقوه مش معناها ان انا اكون قاسيه، معناها ان انا اكون عندي وضوح وعندي اتزان وحاطه حدود كويس بيني وبين الناس وعندي ثبات نفسي. ليه بقى آخر حاجة في 5 دقايق عشان خاطر نقوم للفطار؟ لماذا تتحول بعض النساء من طيبات إلى منهكات؟
احنا عندنا فكره قاسيه جدا ان انا لازم كل ما اضحي انا كده ام طيبه، كل ما اضحي انا كده زوجه مثاليه، كل ما اضحي فانا كده ربنا هيحبني اكتر. طيب انا عايزه اسالك، وانت بتضحي في حاجات، انا ضيعت عمري في تنظيف السجاد والشياش والغسيل اي حاجه تتغسل في البيت، بعدين لقيت ان انا باجي عشان اصلي القيام مش قادره، فوقفت قلت لا، هو كده في حاجه غلط، ربنا هيحاسبني على الصلاه مش هيحاسبني على غسيل السجاد. ستوب. الحاجه مره تانية، التزامات التزامات وعزايم وعزايم، ايوه بس انت في وقت فضيل دلوقتي عشان خاطر مثلا رمضان فانت هتصلي ولا هتصومي وتقري قران ولا هتقعدي تعملي وتبدعي في العزايم؟ ستوب. نعمل نغير افكارنا بما يتناسب مع الوقت ومع الظرف. فاحنا عايزين نفهم الدين نفهمه صح. انا عايزه اطلع لله، ما صحيح لا يلا ننقص من صدقه، صحيح طلعي لله، ويمكن انت اللي تطلعيه مش يمكن اكيد هيجي لك اضعاف مضاعفه عنه، بدل منه. يعني انت مش واحسني النيه وخلي نيتك خالصه لوجه الله، بس مش كل مره تطلعي كل الفلوس لله، يعني انت مش كل ما يجي لك فلوس هتطلعيها كلها لله، ممكن تخلي نسبه منها ثابته والباقي عشان خاطر برضه ما تضيعيش من يعول. يعني هو لما كان سعد بن ابي وقاص كان في مرض الموت بس ما ماتش في المرض ده، وسال النبي عليه الصلاه والسلام، كان عنده بنت وعايز يوصي وكان عايز يطلع ماله كله، فقال له لا، قال له طب نصه، طيب مش عارف ايه، في المهم قال له على الثلث، وقال له الثلث كتير، يعني هيطلع الثلث والثلث كتير، لان انت من انت تسيب اولادك اغنياء خير من انت تسيبهم ضعفاء فقراء يتكففوا الناس. فانا بدي، بس انا ابقى فاهم برضو ان انا ازاي اسيب ابني غني ومش محتاج. ربط القيمه بالتضحيه، كل ما اضحي اكتر تبقى قيمتي اعلى، الناس ما هتحتاجني، الناس مش هتتنازل عني، لا لا مش كده خالص. الناس اللي بتحبك هتحبك حتى لو عشان هتقدر ظروفك، اللي بيحبك هيقدر ظروفك، هيقدر النهارده انت تعبانه، هيقدر النهارده انت عندك امتحانات، هيقدر النهارده ان انت ظروفك مش زي امبارح، كبرتي في السن، اللي كنت بتعمليه الخمس سنين اللي فاتوا مش هتقدري تعمليه بعد 5 سنين، هيقدروا ده لو هم فعلا بيحبوك. الخوف من الرفض والصدمات العاطفيه، فاحنا ما اتعلمنا ان الطيبه معناه ان انا لازم يعني ايه استسمح الناس وافضل طول الوقت من غير ما ايه، مش مهم اي حاجه هم يعملوها، المهم ان انا هم يرضوا عني ويحبوني وخلاص. طيب عايزين نشوف الاسئله دي عشان نتاكد اذا كانت مشاعرنا طيبه ولا لا. هل ما اشعر به حقيقه ام تفسير؟ ده سؤال مهم اساله لنفسي لما بتعرض للموقف، اسال نفسي إيه اللي انا حاسس بيه ده، او اللي انا الموقف ده هخليني احس بشعور ان هم رافضيني، ايه الدليل على ان هم رافضينك؟ الحقيقه ان هي ما ردتش على التليفون، لكن التفسير ان انا هي ما بتحبنيش او هي مش فاضيالي. هي مش فاضيالي دي عايزه ادله، ايه الدليل على انها مش فاضيالك؟ ايه الدليل على انها مطنشاك او ما بتحبكيش او انت مش محبوبه؟ عايزين هنا دليل. تاني حاجه، هل هذا شعور نابع من الحاضر ام من جرح قديم؟ هل انت بتتكلمي، خدي بالك، كنت لسه واحده بتكلمني فبقول لها اللي انت بتبعتيه في كتابه شات، اللي بيقراه وفق مشاعره هو، مش بيتنقل له مشاعرك انت. فلو عايزه تنقلي لحد رساله صحيحه لازم تكون فون. فالشعور النابع ده حاضر ولا عشان انت قبل كده حصلت لك ازمات فجايه تطلعي هنا دلوقتي على اسقاط؟ طيب لو كانت صديقتي في مكاني، السؤال الثالث، هل هديها نفس الحكم واقول لها الكلام ده ولا هقول لها على فكره هي ما كانتش تقصد، على فكره يا صاحبتي اللي انت كلمتيها في التليفون دي يمكن عندها امتحانات، طب بصي كده شوفي هي كل مره بترد عليك، طب شوفي، وهحاول اوضح لها الصوره بشكل افضل. يا ريت نكون عندنا رحمه بنفسنا زي ما بنكون عندنا رحمه بالاخرين. الطيبه الصحيه ليها 3 علامات. اول حاجه اقدر اقول لا، اساعد بس انا كمان عندي حدود وعندي مواعيدي، يعني انا هساعد الناس بس انا خلصت صلاه، ولا انا هسيب صلاتي واروح اساعد الناس؟ ولادي خلصتهم لان دول في مسؤوليتي ومحدش هيقوم مكاني عندهم، يعني ابني دوري تجاه ابني محدش هيقوم بيه غيري، فهل انا قمت بيه قبل ما اقوم بمساعده الاخرين ولا لا؟ اتعاطف لكن دون ما اتحمل ما لا يخصني. انا متعاطفه مع كل الناس اللي محتاجه تعاطف، بس ايه اللي اقدر اعمله وايه اللي في ايدي عشان الموضوع ما يخرجش لحد اكبر مني. لما بنصدق مشاعرنا بلا وعي خلاص احنا كده بنوصل لمرحله الضعف. آه ودي بقى يعني ايه كده احنا في نهايه السيشن. اتمنى ان تكون المحاضره النهارده عجبتكم، وهنزلها ان شاء الله باذن الله على اليوتيوب. انا سعيده اني كنت معاكم النهارده.
سعيد اني كنت معاكم النهارده، واسفه اني اخرتكم، ويا دوبك تقوموا تلحقوا تحضروا الفطار. اتمنى ان انتوا تدعوا لي وانتوا بتفطروا، ربنا ييسر لي امري وينجح لي بنتي اللي في ثانويه عامه. استغلكم وتنجح لي بنتي اللي في ثانويه عامه ان شاء الله. سعيده اني كنت معاكم. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. في رعايه الله.